بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يومنا طبيعي جدا. النهارده هنطبخ مع بعض طبخة من بتاعة زمان، لكن في النهاية بتكون طعمها روعة. هنبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. توقعي كده معايا ايه الطبخة بتاعة زمان اللي ممكن حتى لو باتت بتحلو طعمها تاني يوم احلى من اليوم اللي قبله. هسيبك تتوقعي بس وهتغشي بعد كده. هنبدأ بقى ونشوف هنعمل ايه. حضرت بقى معايا شوية خضار عبارة عن بتنجان بقى وطماطم وفلفل وليمون، وكمان طلعت طبق لحمة، وحطيت بقى حلة على النار فيها شوية مية ومستنياها تغلي عشان نسلق اللحمة مع بعضينا. وطبعا لو انتي اول مرة تتفرجي على هبة، ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك والكومنت اللي زي العسل اللي بينورني، حتى لو بأموشن صغير، قلب وردة، اي حاجة صغنونة منك كده زي العسل. هستنى الكومنتات بتاعتكم. الكومنتات بتاعتكم بتفرق معايا جدا، بحس ان في تفاعل كده على الفيديو. برد على كل الكومنتات اللي بتتكتب لي، ما بسيبش ولا كومنت. فان شاء الله باذن الله اي حد هيكتب كومنت هتلاقوني متواجده معاكم في الكومنتات باذن الله. طبعا ما تنسيش بقى تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى وندخل في الوصفه بتاعتنا. طبعا انا شلت الجزء اللي فوق بتاع البتنجان، وكمان شلت وفتحته كده شقته من النص عشان هقليه. لو انت هتسلقيه مستحب ان انت ما تشيليش الجزء اللي فوق ولا تشقيه من النص، تمام كده. الفلفل كمان خدته شقة كده، وكمان نغصته من الجنب كده بحرف السكينة علشان خاطر بس ما يفرقعش معايا في قلب الزيت. اخدت الكلام ده كله شطفته شطفة حلوة، وهنا المية كانت غليت معايا. هنزل بكمية اللحمة كلها، بس مش هحط اي اعشاب ولا اي حاجة خالص. هستنى عليها تاخد اول غلوة تطلع الريم، وبعد كده نبدأ بقى ننزل اي حاجة احنا عايزينها. طبعا اللحمة هنا ما طلعتش ريم كتير ولا اي حاجة. حضرت بقى معايا الكيس اللي انا ببقى شايلاه في الفريزر، اللي هو عبارة عن طماطمايه بصلايه جزرايه. بجد بيفرق جدا معايا حاجة كده، رغم اللي بيبقى موجود خضار، بس عارفة الكيس دوت بيفرق جدا معاكي لما الحاجة بتبقى سعرها حلو. تعملي اكياس كتير كده وتشيليها، مش شرط كمية كبيرة، يعني ممكن 10 اكياس كده، مش بياخدوا مساحة خالص في الفريزر والله. حطيت بقى هنا فصين من الحبهان، وحطيت ورقتين من ورق اللورة. مش عندي قرفة، لكن القرفة بتخلي الشوربة خطيرة. عود من القرفة بيخليها رايحة في حتة تانية خالص. شمي ريحة شوربة طعمها وريحتها روعة. وانتي حتى حطاها على النار كده تحسي لايه، في ريحة خير عندك في البيت. عارفين الروائح الجميلة بتاعت امهاتنا زمان والكلام دوت، هي نفس القصة كده. تشمي الاكل من على بعد امتار. المهم حطيت بقى هنا طاسة على النار فيها شوية زيت، وكمان بعد ما شطفت البتنجان كويس نزلت بيه على الزيت. هستنى لحد ما يخلص كله عشان مفيش مكان، وبعد كده هحط الفلفل. بصي بقى انا هنا بدأت بقى ان انا اضرب طماطم في الخلاط. عندي كده كام حباية من الطماطم او كام واحدة كده، حساهم اللي هم عارفين اللي هو ايه، بدأت تستوي القشرة الخارجية، بدأت تتشال حتى هتلاحظوا وانا بقطع. فقلت خليني اللي انا اضربهم في الخلاط واستفيد بيهم بدل ما يبوظوا في درج التلاجة. انا لسه ما نزلتش اشتريت مشتريات خالص من بعد العيد، عايزة انزل اشتري شوية خضار. دي الحاجات اللي انا كنت جايباها قبل العيد، فالحمد لله اللي هي قاعدة معايا لحد دلوقتي. بتحافظي على الخضار ازاي يفضل معاكي فترة طويلة من غير ما يبص؟ آه، اهم حاجة في الموضوع كله اللي انتي لما تجيبي الخضار تغسليه كويس جدا وتجففيه كويس جدا. لو انتي مش هتعملي خطوة التجفيف يبقى ما تغسلهوش، عشان نبقى متفقين يعني، عشان نبقى على نور كده. لو انتي مش هتجففيه كويس جدا، تجففيه ازاي؟ يعني تنشفيه كويس جدا من السوائل والمية اللي هتبقى موجودة. يبقى ما تغسلوش من البداية علشان خاطر بعد كده ما يرجعش يبوظ معاكي وتقولي هبه السبب. طبعا البتنجان انا ما كنتش غسلاه عشان نبقى متفقين. بتنجان بسيبه زي ما هو كده في قلب الشنطة وبربطها، ما بسيبهوش في درج التلاجة كده عايم في درج التلاجة، لا خالص. انا بربطه كويس جدا وبروح شايلاه. حتى كمان البتنجان المحشي، برضو بتنجان المحشي ما بسيبوش في درج التلاجة كده، بربطه في قلب الشنطة، ولما اجي استخدمه ممكن يقعد من 10 ل15 يوم زي ما هو مربوط في الشنطة. وطبعا على درجة حرارة التلاجة لما تكون مظبوطة، عشان في تلاجات كتير بتتلج الخضار وهو في درج التلاجة، وفي تلاجات كمان بتتلج الخضار وهو على الرف. فنخلي بالنا من الأرقام اللي بنبقى ظابطينها في التلاجة.
هنا حضرت معايا بصلتين، وبصلتين كده حجمهم وسط مش كبار قوي، بشرتهم مرضتش اقطعهم، وحطيت معاهم بقى معلقه سمنه، وبدات ان انا ارفعهم على النار. هنا في الوقت دوت كان البتنجان خلاص خلص معايا، بدات بقى ان انا اشيله من على من الزيت. على فكرة الحركة اللي انا بعملها دي عايزة اقول لكم سخونية طالعة على ايديا رهيبة، كل شوية بريح ايديا، وانا اصلا ايديا كانت محروقة من يومين، حتى هتلاقوا كده في علامة هي بدأت اللي هي تروح شوية، او مش حكاية تروح، حكاية تصغر، لان كانت اكبر من كده يعني. يلا الحمد لله على كل حال. بس فعلا ربنا يعافينا، امين يا رب العالمين، ويسترها معانا. اللسعة بتبقى مش حلوة خالص يعني. الحمد لله. هنا خلاص طلعت البتنجان كله، هبدأ بقى ان انا انزل بقى الفلفل، والفلفل ما بياخدش وقت خالص، عايزة تطفي النار وتسوي الفلفل في السخونية بتاعة الزيت براحتك. انا ما طفيتش النار عشان يخلص معايا بسرعة، عشان انجز حالي، لان انا بحب وانا واقفة بعمل الاكل اعمل كله في وقت واحد. فقلت بدل ما يقعد فترة طويلة في الزيت، لا انا استغل الوقت دوت عشان اشيل الطاسة، واحط بقى حلة تانية، اعمل شوية رز، اعمل شوية لسان عصفور، لسه هنعمل كمان شوية ملوخية. انتي ما قلتيش لحد دلوقتي انت هتعملي اكل ايه، بس انتوا شاطرين وكتبتوا في الكومنتات انا عارفه. يلا اللي هتكتب صح هبعت لها طبق، وطبق ومعاه فص ليمونه. في توضيح اكتر من كده؟ اظن مفيش توضيح اكتر من كده. هنا بعد ما البصله دبلت معايا شويه، هنزل بقى بحوالي كده معلقه صغيره من الثوم المفروم. هتشمي في الوقت دوت ريحة الثوم، ابدأي انزلي بقى بالطماطم. وطبعا الطماطم انا صفيتها زي ما انتي شفتي كده من البداية، مستحب طبعا ان انتي تصفي الطماطم. في المرحلة دي هنزل بقى بنوع الخضار اللي انا هعمله، هي بامية. البامية دي انا لسه مفرزاها، مش مفرزاها من السنة اللي فاتت ولا اي حاجة، انا كنت جايباها قبل العيد على اساس ان انا هستخدمها في العيد، بس كنت تعبانة جدا فما قدرتش ان انا اعمل طبيخ يعني في العيد والكلام دوت. فقلت خليني بقى اللي انا ايه استخدمها الايام ديت. الباميه حلوه قوي في السوق، عندنا بتتباع ب60 جنيه، معرفش عندكم سعرها كام، اكتبولي في الكومنتات. نزلت بقى بالباميه وما كنتش مفرزه معاها فلفل، فحطيت بقى قرنين فلفل اخضر زي ما انت شايفه كده، ونزلت كده بحوالي كوبايه او كوبايه ونص من الشوربه، علشان خاطر اسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها كده. حطيت معلقه صلصه طماطم، اللي الناس اللي هي هتقولي لا طريقه الباميه مش كده، بصي هو كل شيخ له ليه طريقه، بس انت لو عملتي الطريقه اللي بقولك عليها ديت هتاكلي ودوقي احلى شويه باميه رهيبه، طعمها بيكون حلو جدا. ما تسيبيش الصلصة تتسبك وبعد كده تنزلي بالبامية، لا ما تعمليش الخطوة دي. اول ما تنزلي بالصلصة انزلي بالبامية، خلي كله يتسبك مع بعضه، خلي كله ياخد سوا بعضه، هتحسي بطعم فرق جامد جدا في الاكل. انا هنا دخلت الحلة بتاعت البامية جوه، وهديت النار، يعني ما خليتهاش عالية اللي هي تستوي بسرعة، لا انا عايزاها على مهلها، واحدة واحدة هتستوي بالراحة، وعلى نار هادية. عقبال ما اخلص الاكل هتلاقيكي طفيتي على كله مرة واحدة، مش البامية خلصت الاول فطفينا عليها ومستنيين الرز، لا لا لا، مش بحب اعمل كده، بحب يبقى كله مع بعضه في وقت واحد، اروح طافية النار. حطيت حلة فيها شوية زيت، ونزلت بقى بشوية شعرية حلوين، وهبدأ اللي انا اسوي الشعرية. اسكت؟ لا ما اسكتش، جبت حلة كمان وحطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة، وحطيت حوالي كده نص كوباية من اللسان عصفور، وبدأت اللي انا اشوحهم. هنعمل الاتنين مع بعض كده. كده انا كهبة مرتاحة، ضميري مرتاح، اللي مشغلة البوتاجاز كله في وقت واحد. حطيت كده بعد ما الشعرية اتحمرت واخدت اللون الذهبي الحلو، نزلت بالرز، والرز اللي انا مستخدماه رز رز مصر عادي يعني. قلبت الرز شوية بعد ما غسلته ونزلت بيه، قلبته شوية. اهم حاجة تشمعي بس شوية الرز كده مع الشعرية. يعني ايه اشمعهم؟ لو انتي حاطة الرز فيه شوية مية، استني لحد ما المية دي تبدأ اللي هي تجف معاكي من الحلة، وتشمعي الرز، تحسي كده اللي هو ايه، عارفين اللي هو بيفلفل معاكي في الحلة، سامعة صوته بمعنى اصح، مفيش سوائل في قلب الحلة. نزلت بالملح، وبعد كده هنزل بقى بمقدار المية نفس مقدار الرز اللي انت حاطاه، وعلى حسب بقى نوع الرز اللي انتي مستخدماه، في انواع بتاخد مية زيادة، في انواع بتاخد مية مظبوطة، على حسب النوع. نزلت بقى بالمية، اديته تقليبة، وهسيبه بقى ياخد اول غلوة على نار عالية، وبعد كده هدي عليه النار خالص،
وهنا كان معايا لسان العصفور خلاص خلص معايا. في تكايه حلوه قوي بعملها في لسان العصفور، والناس الكتير اللي جربت التكايه ديت والله بيخشوا يكتبوا لي في الكومنتات: يا هبه انا مش عارفه ابطل طريقه لسان العصفور من ساعه ما عملتها معاكي وهي خطيره. طريقه بسيطه قوي يا جماعه، ما فيهاش افتكاسه ولا اي حاجه، بس فيها تشغيل دماغ. كلنا بنخلي لسان العصفور يستوي على النار، لا، لسان العصفور ما بيستويش على النار. لسان العصفور بيستوي على البخار. لما بيستوي على النار بيقعد فترة طويلة جدا، بحس اللي هو بيجلد، بحس اللي هو بياخد سوا اكتر على النار. الشوربة تفضل تغلي تغلي تغلي، لا 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 لا، ما تعملوش الحركة دي. اول ما لسان العصفور يبدأ اللي هو ياخد لون حلو، وخليه يغمق معاك شوية، لان لما تحط الشوربة هيفتح شوية. حطي انزلي بكمية الشوربة. مش عايزة كمية كلها شوربة، يبقى نص مية ونص شوربة. ملحي الشوربة بتاعتك كويس جدا. لو عايزة تضيفي مكعب مرقة مفيش مشاكل، حطي وملحيها. وبعد كده اقفلي الغطا وسيبيه على النار لحد ما ياخد اول غلوة، بس كده. اول ما ياخد اول غلوة لا ترفعيه من على النار عشان تستخدمي البوتاجاز، لا تطفي النار وتسيبيه متغطي، هو هيكمل سواه لوحده. والله بقى على الجمال. تعالي نعمل شوية بتنجان مخلل بقى لزوم الحركات. بصوا بقى، انا كان عندي قبل العيد كام كده قرن فلفل رومي على قرن فلفل حراق. بصراحة حسيت اللي هم هيبقوا دبلانين قوي في وسط الخضار اللي انا لسه جايباه جديد. كانوا موجودين في درج التلاجة يعني. فقلت استغل يا بنتي يا هبة الكلام دوت واضربيهم كلهم في الكبة، وبالفعل ده اللي حصل. ضربتهم في الكبة وحطيتهم على هريسة الفلفل الأحمر، كان آخر شوية. فحطيت بقى كله مع بعضه ورحت شايلاهم في الفريزر، ودوت اللي انا بطلعه قدامكم واعمل منه البتنجان المخلل. استغلي اي حاجة موجودة عندك في درج التلاجة اللي هي دبلانة بحاجة تانية. زي الفاكهة تعمليها عصير مثلا. زي الفلفل زي ما انت شفتي كده معايا دبلان شوية فعملته هريسة فلفل. الجزر قشريه وشيليه في الفريزر، تستخدميه للشوربة. شوربة عدس بقى، شوربة لحمة، شوربة فراخ، اللي تحبيه يعني. احنا كستات ما بنرميش اي حاجة. طيب طريقة البتنجان ازاي؟ حطيت توم مفروم، حطيت فلفل احمر وفلفل اخضر مفرومين. حطيت كمان عصير ليمون، حطيت خل، حطيت ملح وكمون وشوية شطة. لان الدقة اللي انا عاملاها مش حراقة قوي، لان كان الفلفل الرومي اكتر من الفلفل الحراق، فعشان كده حطيت شوية شطة. عصرت كده الليمون وهقلب بقى كله مع بعضه. خلص كده خلصت معايا الدقة. يا سلام بقى على شوية الدقة دول. طب انا مش عندي بقى ولا توم مفروم في الفريزر ولا عندي هريسة فلفل احمر في الفريزر، مفيش مشاكل، دي انت عندك الخير كله. طب هعمل ايه؟ هتجيبي الهون بتاعك الجميل اللي زي العسل او الكبة، بس نصيحة مني الهون. يا سلام، انا نفسي اكل بتنجان معمول في الهون، هعمله معاكم. اه نعمله مع بعض، نرجع كده بالزمن كده لورا كده، قد مثلا 20 سنة لورا، ونعمل احلى بتنجان مدقوق في الهون. هتجيبي بقى قرنين فلفل كده اخضر، ولو عايزه تحطي بقى فلفل احمر ماشي، عايزه تحطي فلفل رومي مفيش مشاكل. شوفي انت بتحبي ايه، حباه مشطشط يبقى تمام، حباه لا يبقى نستخدم فلفل رومي. وتجيبي بقى كده نص راس طوم، يعني حوالي 6 7 فصوص كده، الفص كبير كده وحلو. وتحطي معاهم شويه ملح ودوقيهم بقى، يا سلام يا سلام يا سلام. هتاكلي وتدوقي احلى بتنجان مخلل والله بالخلطه دي. بعد ما تخلصي تحطي بقى في نفس الهون، ما بنشيلهمش. ملح بقى، لا حطينا ملح، هنحط خل ونعصر ليمون ونحط شويه كمون ونخلي البتنجان بقى. يا سلام. بصي بقى في تكايه حلوه قوي بعملها وانا بخلي البتنجان. اللي البتنجان اهم حاجه في الموضوع تخليه وهو سخن. اه ما تستنيش عليه لحد ما يبرد، لا. يعني ايه، عارفه اللي هو لما يبقى دافي ايديكي تتحمله هيفرق معاكي. تمام كده تمام. بس وانتي بتخليه بقى اضغطي على قلب البتنجانية وانتي بتحطي الحشوة. لما بتضغطي على القلب من جوه اللحمة بتاعة البتنجان بتبدأ اللي هي تتفرغ. فلما بتتفرغ الحشوة بتدخل من جوه فبيطلع طعمه حلو قوي. مش مجرد اللي انتي تفتحي البتنجانية بالمعلقة وتدلقي شوية الحشوة جواه وخلاص، لا. في تكات بسيطة جدا لو عملتيها هتفرق معاكي. عشان كده ده اللي بيميز طعم الأكل من واحدة لواحدة تانية، فاهميني طبعا. هنا الفلفل بقى خلاص، خلصت كمية البتنجان. اخدت الفلفل حطيته في بقية الدقة اللي موجودة، مع الاضافة لكام نقطة الزيت اللي نازلين من البتنجان لما حطيناه في الطبق، فاهميني طبعا.
خلاص قلبت الفلفل في قلب الدقة، ودول شوية الدقة بقى اللي نزلوا. تقدري تزودي بقى عصرة ليمونة، تقدري تزودي شوية خل من 3 معالق لمعلقتين خل كده فوق الوش اللي انت عايزاه. ودوقي بقى وكلي احلى بتنجان. عارفين طبق البتنجان ده عايز طعمية سخنة، عايز شوية بطاطس كده حلوين. بصي هو بيليق على طبق بصارة بالتقلية. قوليلي بقى بتعشقي البتنجان مع ايه؟ هنا كان خلاص بقى الشوربة خلاص غليت معايا، فرفعتها من على النار عشان استغل بقى الايه النار في حاجة تانية. واللحمة كمان كانت استوت، طلعتها كده من الشوربة شوية. بس جالي مكالمة تليفون، عقبال ما اتكلمت ورجعت كانت بردت معايا، مش مشكلة، مفيش مشاكل خالص. نزلتها على البامية. وهنا البامية بقى هملحها. حطيت شوية ملح حلوين كده، وهحط شوية من الفلفل الاسود، وهحط عارفين شوية صغيرين جدا من بهارات اللحمة او ال7 بهارات المتوفرة عندكم، تقدروا تستغنوا عنها، مفيش مشاكل خالص. وكده بقى معايا احلى واطعم حلة. اسمها حلة؟ لا لا، دقية بامية باللحمة خطيرة. قولولي عندكم في بلدكم او في المحافظة اللي انت ساكنة فيها بتقولي عليها ايه. تقدري في المرحلة دي تحطيها في قلب طاجن وتدخليها الفرن تكمل سواها. ده لو انت حابة، مش حابة خلاص. هنا بقى عندي الشوربة خلاص. هعمل شوية ملوخية. خدت شوية حلوين، بحب اعمل ملوخية في الحلة دي، مش عارفة ليه، بحسها ليه بتليق على الملوخية. توم ني، خدت كده حوالي فص من التوم الني، بس طبعا مفروم. ها، هحط شوية ملح، املح يعني الشوربة بتاعة الملوخية. تقدري تستخدمي بقى مرقة دجاج لو انت حابة، او مرقة لحمة، مرقة شوربة اللي هي الخضار يعني، لو انت حابة. انا عندي هنا الشوربة كويسة. فهحط شوية ملح صغيرين، هحط شوية فلفل اسود صغيرين، هحط شوية بهارات لحمة. وكده كانت الملوخية خلصت معايا، خرطتها بالشكل دوت كده. بصوا يا جماعة، مهما يمر بينا السنين ومهما يمر بينا الأيام، أنا على قديمه أي نعم، بعمل الجديد والدنيا تمام، لكن أنا لسه على قديمه. إيه اللي بيبسطني وإيه اللي بيعدل مزاجي؟ لما أقف أعمل أكلة من زمان، أكلات اللي هي مهما يمر عليها السنين هي ما بتبطلش، هي ما بتروحش. مش زي الأكلات اللي طالع لنا فيها جديدة، الصوصات الغريبة بنعملها مش هنقول لأ، وبناكلها برضو مش هنقول لأ. لكن برضو إيه اللي يظبط دماغنا وايه اللي يظبط مزاجنا؟ هي اكله مصريه كده خطيره، اكله كده تتغمس كده وعارفين اللي هو ايه، تعدلي بيها مزاجك، هو ده الاكل المظبوط. وزي ما بيقولوا في المثل، من فات قديمه. يلا اكتبولي في الكومنتات ايه. هستنى الكومنت بتاعكم. مش شرط تكتبي بقى ايه كومنت واحد، لا اكتبي لي كومنتات كتير. انا عايزاكم النهارده تكتبوا لي كومنتات كتير. كل ما اقول لك تكتبي كومنت، تكتبي لي كومنت بالكومنت اللي قلت لك عليه. يعني ايه، خليكي كده ماشيه معايا في الكومنتات. كده خلاص الملوخيه خلصت معايا، الباميه خلاص بتتسبك اهي، والرز كمان كان استوى. وهنا بدأت بقى ان انا اعمل طشة، والطشة هنا انا مزوداها شوية عشان هعمل طشة للبامية وطشة للملوخية. ايه ده، هو انت هتعملي طشة للبامية؟ ده السؤال اللي بيتسأل لي كل مرة. ايوه يا جماعة، بعمل طشة للبامية. ما هي حلاوة البامية ايه؟ اللي انت تعملي لها شوية طشة كده بتبقى خطيرة. طب الطشة اللي انت هتعمليها عبارة عن ايه؟ زي بتاعة الملوخية بالظبط. عبارة عن طماية، معلقة سمنة. اول ما تشم ريحة الثوم انزلي كده بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. يا سلام يا سلام، لو كنت لسه طحنة الكزبرة، الموضوع هيبقى رايح في حتة تانية خالص. انا عايزاكي بقى تسجلي وتحفظي الاكلة دي عشان تعمليها على مدار الاسبوع. لو مش بتطبخي طول الاسبوع، اعمليها يوم الجمعة الجاية. انا عارفة ان النهاردة اول الاسبوع، الله المستعان. استنوا شوية فيديوهات حلوة قوي هتنزل لكم. كده الطشة معايا. عايزة بس ادعي للثانوية العامة، ربنا معاهم ويوفقهم، امين يا رب العالمين، ويصلح لهم حالهم، وربنا يراضيهم ويهديهم، امين يا رب العالمين، ويحققوا كل اللي نفسهم فيه. كل حد ليه حبايب في الثانويه العامه، ادعوا لهم الايام ديت، لان الايام ديت هم محتاجين الدعاء. نحاول على طول ندعي لهم، فربنا معاهم، امين يا رب العالمين، ويوفقهم. بصي بقى، انا كده طفيت على الملوخيه عشان مش بحبها اللي هي تغلي كتير على النار، والباميه لسه مولعه عليها.
وهنا الطشة خلاص يعتبر كده كانت معايا، يعتبر خلاص هطشها دلوقتي. طبعا اهم حاجة في الموضوع بقى، ولا تقولي لي بقى شهقة ولا الكلام دوت، انتي مجرد ما بتسمي الله وتصلي على الرسول وعلى الاكل بتاعك بيطلع زي الفل. هنزل بنص كمية الطشة، وهنا هنزل بقى بالطشة بالملوخية على بقية الطشة. يا سلام يا سلام على شوية الطشة الحلوين دول، ريحتها بقى تجيب اخر العمارة. عارفين اللي هما كانوا نايمين وصحيوا من النوم على ريحة الطشة دي؟ اه والله العظيم. مش صوت الطشة عشان ما اضحكش عليكي، لا، ريحة الطشة دخلت بتدخل في اعماق 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 كده. خلاص كده البامية خلصت معايا، بسم الله ما شاء الله، احلى شوية بامية متسبكين صح، معمولين صح بطريقة حلوة. اكتبي لي في الكومنتات لو انتي طريقتك زي طريقتي، قولي لي بصرة يا هبة. لو ليكي طريقة تانية او مميزة في طريقة تانية، او بتعمليها بتكاية تانية برضو بتطلع معاكي حلوة، قولي لي، عشان انا بحب اجرب بصراحة، بحب اجرب الاكل الجديد. مش الاكل الجديد عادي، احنا بنحب نجربه، مش هقولك لا، بس ممكن التكاية بتاعتك تفرق في الطعم، فيبقى طعمها مميز. قولي لي التكايه بتاعتك، زي ما انا قلت لك كل كده الاسرار بتاعتي في قلب الباميه، بشويه باميه طعمهم حكايه. طبعا الفلفل لو انت عايزاها مشطشطه، شقي قرن الفلفل بحرف السكينه، هينزل كل الطعم بتاعه في قلب الباميه. لكن لو مش عايزاها مشطشطه خالص، سيبيه زي ما هو كده، اللي عايزه بقى ياخده هو بقى ونصيبه يعني. هنا كده غرفت الباميه باللحمه، وطبعا انا استخدمت لحمه موزه، وغرفت شويه ملوخيه كده، وده كان شكل الاكل في النهايه. طبخت اكل زمان بطريقه حلوه وجديده، ومش جديده ولا اي حاجه، لكن في النهايه طريقه جميله. بحبكم جدا، والسلام عليكم.